السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم حبايباتي؟ جيتكم اليوم بهذه الوصفة تاع العصبانة بهذه المكونات اللي متواجدة يعني في كل بيت. عندك كما درتو هنا تشوفوا البصل، عندي درت التوابل، فلفل اسود، درت الخضروات، عندي زرودية، كرجات وشوية تاع بطاطا، كمية تاع الزيت والثوم وبصل. ومن بعد حطيت هذه الكمية من الطماطم كما راكم تشوفوا. نزيد شوية باسكو ما نكتروش لانه هذيك العصبانه راها فيها بعدها التوابل وفيها كل شيء، ونحطهم على النار يتقلاو. شوفوا هنا راني نقليها مليح مليح. نستمر في الخلط حتى تتقلى هذيك الخضروات مليح، ومن بعد نمرقها بكميه تاع الماء باه طيب لنا مليح. واش هنقول لكم، الوصفه تاع العصبانه باذن الله راني نديرها لكم في فيديو اخر. المكونات تاعها يعني راها من الدواره تاع الخروف، باذن الله نديروها. تبعوا معايا الفيديو للاخير. لهنا هاني مرقتها بكمية تاع الماء ونخليها طيب. ومن جهة أخرى نكون حطيت الكسكسي تاعي، درت له شمخته بالماء، ومن بعدها خليته حتى نحيت له هذاك الماء وخليته حتى نشف مليح. شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا هاني نحل فيها من بعضها. الله يبارك، راهي هذه النعمة هذه راهي صنع يعني منزلي، ماهيش تاع المحلات، تجي ما شاء الله. نحط لها كمية تاع زيت كما راكم تشوفوا، من بعد نزيد لها كمية معتبرة من الملح هكا، ونخلط مليح حتى يدخلوا هذوك المكونات في بعض باه نفورها. ندير لها التفويره الاولى، ومن بعد نزيد ندير لها الماء ونخليها تتشرب مليح، ونزيد نعاود لها التفويره الدوزيام، يعني ندير لها 2 تفويرات. كيما تقدروا ديروا لها 3 تفويرات. انا الحق ندير 2 تفويرات، واللي نحب نديرها مسفوف نفورها 3 مرات. تبعوا معايا للاخير. هنا بعد ما كملت التفوار تاعي نحط النعمة تاعي في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله رطبة روعة. ومن جهة المرق تاعي راهي طابت، شوفوا جات ما شاء الله
انا نحبها تجي خاطره بزاف باه تجيني بنينه. شوفوا من بعد هاني نحلها هذيك العصبانه تاعي باه نحطها من فوق. هنايا دوك نجيب النعمه تاعي ونسقيها. بعد ما كملت هاي هنا العصبانة تاعي نفتحها. شوفوا راهي طيبة ما شاء الله. نحط هذيك الخضرة اللي طيبتها فوق النعمة ونزيد نحط كمية من هذيك العصبانة. شوفوا جات ما شاء الله ريحتها تشهي. ولهنا راهو الطبق تاعنا جاهز، مع درت شويه تاع سلطه. وهذه هي باذن الله تعجبكم الوصفه. باذن الله هذا الوصفه تاع العصبان باذن الله نديرها لكم حباباتي في فيديو اخر، يعني نديرها وحدها باذن الله. يعني هي راهي سهله ما هيش يعني حاجه اللي صعيبه، ولا فيها مكونات تاع الكرشه تاع الخروف. يعني فيها كرشه، فيها كما نقولوا قطع من اللحم، فيها قطع من الرئه، فيها من امعاء الخروف، فيها الحمص، فيها. المهم باذن الله نديروها بفيديو اخر بكل تفصيل، يعني نديروا فيديو مفصل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه النعمه بالعصبان، راها جات ما شاء الله تشهي. وباذن الله نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر، وما عليكم غير تدعموني بجيم وكومنتير باهي كيما نتوما، ونقول لكم مع السلامه.